إثر عملية قيصرية. الطاقم الطبي الذي أشرف على العملية أكد أن التوائم يوجدون في وضعية صحية جيدة وأن الأم تتمثل حاليا لشفاء. روبورتاج في النشك العلوي مها الكرومبي ومحمد علي زريوح. الصور هي من قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي ثانية ترمل بتطوان، حيث تتواجد الأم فوزية في ظروف صحية جيدة بعد نجاح عملية ولادتها القيصرية وتمكن الفريق الطبي بالمستشفى من إنقاذ توائمها الأربعة الذين كانوا يعانون من مشاكل تنفسية. الولادة كانت شيء عسيرة بالنسبة للمواليد، كانوا في حالة تنفسية صعبة. الحمد لله واحد المجهود بسيط استطعنا باش يسترجعوا التنفس ديالهم. الفرحة هو الإحساس المسيطر على الأم فوزية بعد نجاح ولادتها رغم صعوبة الولادة وما ينتظرها من مسؤولية رعاية 4 توائم الغير هينة. اللي جات لهم الحمد لله، الله يخلف عليهم، زعما عملوني مزيان واستقبلوني ما عندي ما نقول الصراحة. بالنسبة لوليداتي فرحانة بهم، طامن الله الحمد لله. صحة الأم فوزية وتوائمها الأربعة جيدة إذن بفضل الله وعناية الطاقم الطبي بالمستشفى الإقليمي ثانية ترمل الذي سهر على ولادة ورعاية حالة التوائم. نهاية هذه النشرة تذكير